تعرف مين هو جامع الكرات اللي عرقل مارادونا وبقى افضل لاعب في العالم؟ بدأ فابيو كانافارو مسيرته في نابولي كان لسه في صفوف الناشئين، ووقت ما كان بيلعب بالفريق الاول كان فابيو واحد من اللي بيجمعوا الكرات للنادي، وكان بيحلم حرفيا انه يلعب مع مارادونا. ولحسن حظ كانافارو انه تم استدعائه علشان يتمرن مع الفريق الاول اللي كان فيه وقتها مارادونا. وقبل ما يبدأ التمرين قال له واحد من اصحابه في الفريق مستحيل انك تقدر تقطع الكرة من مارادونا. والكلام ده خلى كانافارو نازل الملعب متحمس جدا اكتر من اللازم في التدريب، علشان يقوم كانافارو بانه يتدخل بشكل قوي جدا على مارادونا ويوقعه كمان على الارض. لا ده قدر كمان انه ياخد الكرة منه، ولكن المدرب وشويه من اللعيبه الكبيره في النادي زعقوا في كانافارو وكمان انكروا عليه اللي هو عمله. لكن مارادونا وقتها طلب منهم ان هم يهدوا لانه كويس وما حصلوش اي اصابه. وبعد التدريب راح مارادونا لكانافارو واداله الحذاء بتاعه وقال له خليك دايما واثق بنفسك. وده بالفعل اللي عمله كانافارو علشان يفوز كانافارو بعدها بكاس العالم والكره الذهبيه، ويبقى ثالث مدافع في التاريخ يفوز بلقب افضل لاعب في العالم.